مرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم نأخذكم في جولة خاصة من داخل مدينة طنجة، حيث تتجه الأنظار نحو واحد من أهم المشاريع الرياضية في المملكة، ملعب طنجة الكبير، أو كما يلقبه عشاق كرة القدم بجوهرة الشمال. هذا الملعب الذي يوشك أن يصبح واجهة المغرب الجديدة أمام القارة الإفريقية والعالم، مع اقتراب موعد كأس الأمم الإفريقية التي سيحتضنها المغرب بكل فخر. منذ أشهر تشهد مدينة طنجة ورشات مفتوحة على مدار الساعة لإعادة تأهيل ملعبها الكبير وتجهيزه وفقا لأحدث المعايير الدولية. مصادر محلية أكدت أن الأشغال تسير بوتيرة سريعة ومنظمة للغاية، وأن الملعب سيكون جاهزا تماما بحلول 10 من نوفمبر المقبل. هذا الموعد الحاسم سيشكل نقطة التحول الكبرى قبل زيارة اللجنة الإفريقية المكلفة بالتفتيش والتقييم. الأعمال التي تنجز حاليا لا تقتصر فقط على تجديد المقاعد أو تحسين الإضاءة، بل تشمل تغييرات جذرية في البنية التحتية والتجهيزات التقنية. فقد تم تطوير نظام الإضاءة بالكامل بتقنيات LED الحديثة، التي تمنح الملعب إضاءة متناسقة ومثالية للبث التلفزيوني عالي الجودة. كما تم تحسين نظام الصوت وإعادة تهيئة أرضية الملعب لتكون من أجود أنواع العشب الطبيعي الهجين المعتمد في أكبر الملاعب الأوروبية. الجهود لا تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، بل تشمل كذلك توسيع المناطق المحيطة بالملعب وإضافة مساحات جديدة مخصصة للتدريب والتمارين البدنية، إلى جانب تحسين ممرات الولوج للجماهير وإنشاء مواقف سيارات أكثر اتساعاً لتسهيل حركة الجماهير خلال المباريات الكبرى. اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا من المنتظر أن تزور المنشأة في الأيام المقبلة للوقوف على مدى التقدم في الأشغال، قبل إعطاء الإشارة الرسمية لاعتماد الملعب ضمن قائمة الملاعب المستضيفة للمنافسات القارية. وفي خطوة مفاجئة، تتحدث مصادر رياضية عن إمكانية إقامة مباراة ودية دولية على أرضية ملعب طنجة الكبير قبيل البطولة، ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي للمنشأة. وربما يشهد اللقاء عودة أسود الأطلس إلى معقل الشمال أمام أحد المنتخبات العالمية. من جانبها، عبرت سلطات مدينة طنجة عن رضاها الكبير عن سير الأشغال، خاصة فيما يتعلق بتركيب السقف الحديث الذي يغطي معظم مدرجات الملعب، وهو تصميم هندسي مستوحى من الطراز المغربي العصري، يجمع بين الجمالية والوظيفة في آن واحد. كما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الواجهة الخارجية للملعب، التي ستتحول إلى تحفة معمارية تضاهي أشهر الملاعب في العالم. لا يخفى على أحد أن هذه الأشغال لا ترتبط فقط بكأس إفريقيا المقبلة، بل هي جزء من خطة وطنية شاملة لتجهيز البنية التحتية الرياضية استعداداً لكأس العالم 2030، الذي سيقام بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. ملعب طنجة سيكون واحداً من الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات المونديال، لذلك يراعى في كل تفاصيله أن يكون مطابقاً لمعايير الفيفا من حيث السعة، التقنية، والراحة المخصصة للاعبين والجماهير والإعلام. وبينما تسير الأشغال بسرعة، يتنفس الشارع الطنجي الصعداء بعد شهور من القلق والتأجيلات. الجماهير التي كانت تتساءل عن مصير الملعب باتت اليوم تترقب افتتاحه بفخر وحماس، في انتظار أن يعود ليحتضن المباريات الدولية الكبيرة ويعيد للمدينة بريقها الكروي الذي اشتهرت به.